السلام عليكم. النهارده هقولك ازاي تعملي الفاش الصعيدي في البيت بكل سهولة ويطلع معاكي ناجح احلى من بتشتريه من الافران لو اول مرة تعمليه. طبعا هيطلع معاكي بالشكل ده، لان طبعا لو هتعمليه في الفرن الطين او هتعمليه في فرن البوتاجاز هيطلع معاكي بالشكل ده. وطبعا مش مكبس وطري جدا وهاش، وهقولك ازاي طريقة التقطيع وطريقة الخبز وكل حاجة. شايفين طبعا الكمية اللي بيعملوها، لان دي حاجة اساسية في الصعيد. الفاش بيفطروا بيه طبعا يوميا الصبح، فعشان كده متمكنين بيه جدا جدا. اول حاجة طبعا هتعملها هتجيبي لبن. الكميات يا جماعة حسب الكمية اللي انتوا تعملوها. طبعا دي الكمية على حسب العجين اللي انتوا شايفينه دوت هيتعجن. هتحطي لبن، كمية اللبن، وبعد كده هتحليها بالسكر. يعني انا مش هقول مقادير لان طبعا الكمية كانت كبيرة جدا. وبعد كده ما هتدوبي السكر كويس جدا جدا جدا. اهو اقول لكم الخطوات والمقادير طبعا هتعرفيها بالعين. وهتحطي الكركم لحد ما يبقى معاكي باللون ده. يعني دي كانت كمية كبيرة. وهتفضلي طبعا تحطي الدقيق. هما طبعا ما بيحطوش مقادير نهائي، وما شاء الله انا عمري ما دقت فاش بالجمال ده. وهتحطي طبعا الدقيق وهتعجني. يعني سمك العجين بيبقى زي العيش اللي انت بتعمليه، عجينة العيش العادي بيبقى معاكي بالسمك ده. هيحطوا طبعا كمية الدقيق على اللبن. وبعد ما بيحطوا كمية الدقيق بيحطوا الخميرة ديت، بيكونوا عاملينها من بالليل بلبن. وطبعا انت مش هتعرفي تعملي الخميره، هتجيبيها من الفرن بتاعه المخبوزات. هتقولوا انا عايزه خميره لو هتعملي كميه قليله، لان الخميره ديت ليها فيديو مخصص بيها. تمام، هعملها لكم بفيديو لوحده لان هي طبعا بتاخد خطوات كتيره. وبعد ما تحطي الخميره هتفضلي طبعا تعجني في الدقيق دوت. اهم حاجه العجن، كل ما بتعجنيه كويس جدا كل ما هيدي معاكي طراوه وهيشان. وهيبقى طبعا معاكي العجين هش. هنفضل نعجن فيه بالطريقة ديت. وكل طبعا ما المية بتقل غير المية اللي احنا حاطينها بناخد بايدينا ونحط طبعا المية لحد ما هوريكم طبعا اخر الفيديو السمك اللي هيوصل ليه. وطبعا هيفضل تعجني بنفس الطريقة لحد طبعا ما توصلي للمرحلة اللي هي هنحط فيها السمنة البلدي. دي المرحلة خلاص، هو كده الملمس بتاعه قرب يفضل ناعم. هتفضي طبعا علبة سمنة اللي هي الروابط صغيرة ديت على الكمية اللي احنا عاملينها. ما تنسوش ان الكمية لسه هتخمر وهتتضاعف. هنفضل برضو نعمل كده لحد ما نوزع كل السمنة، وبرضو هنزيد عجن لان احنا عايزين العجين يبقى الملمس بتاعه طري جدا جدا وهاش، عشان ما يكبسش معانا ولا ينشف. مسافة ما تقطمي الفايش كده يدوب معاكي. يعني ما ياخدش وقت كتير في اللبن او اي حاجة. نفضل طبعا نحط اللبن بالحبة. وفي اخر حاجة برضه هندهن وش العجين سمنة ونغطيه ونسيبه طبعا لحد ما يتضاعف. هيفضل معاكي كده نص ساعة. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، كانت الكمية اتضاعفت قد ايه. هتجيبي بقى السجون ديت بيعملوها من الصاج. بتاخدي كده قطعة بتبلي ايدك من السمن، وبتاخدي قطعة طبعا من ايدك. وهنا هنا اخوات نسون اخواتي كانوا بيدهنوا السجان، وامي طبعا ومرات اخويا التانية وانا كنا بنقطع الاقراص بتاعه الفاش. طبعا السجون يا جماعه هي شكلها كده بتبقى من الصاج، متهيألكم ان هي متسخه لكن هي نظيفه جدا ومدهونه من السمنه. وقبل طبعا ما كده بتتغسل بالسلك وبياخدوا قطعه من العجين بيمشوها على عشان لو فيها اي رواسب ولا اي حاجه. تمام. ويفضلوا طبعا يعملوا بالقطعه كده وبيسيبوها ويبططوها بالايد طبعا زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه تجيبي طبق وتحطي سمنه في ايدك. طبعا لو عندك الصواني اللي بنعمل فيها الاكل بتقطع 4 اقراص او قرصين على حسب الكميه، لكن هما بيحبوا بيحطوا في القراص الصواني ديت، لان هما بيحبوا يعني بيكونوا مفصلينها على قد القرص بالظبط. وهتسيبيه طبعا يخمر. شايفين اللهم بارك كانت كميه كتيره جدا. فبيسيبوها تختمر. وبعد كده طبعا هيروحوا الفرن. هنا بيولعوا الفرن طبعا الطينه العاديه لحد ما تسخن جدا جدا. وشايفين طبعا هو هنا بعد ما اختمر اتضاعف ازاي وزاد عن الصاج. بيظهر يعني بيبقى شكله واضح. بعد ما يفصل بيفضل معاك يعني نص ساعة برضو في الاختمار التاني. بنيجي هنا بقى بالرص
السجان من بره لجوه، بحيث ان هي بعد ما تستوي بنطلع على طول اللي مستوي من بره وناخد لجوه. شايفين كده؟ بتحط من بره لجوه. بتسيبه طبعا في الفرن. هنا لو عندك برضو الفرن البوتاجاز، لحد ما يحمر من تحت ومن فوق بتطلعيه، بياخد نص ساعة برضو في الفرن على نار متوسطة يا جماعة، عشان يبقى من جوه مستوي كويس جدا. او عايزه اقول لكم ان الفرن الطين ديت يعني حلوه، ان هي مش بتولعي فوق ولا تحت مسافه. شايفين ما شاء الله هي ملت جوه وبره، وبعد ما بتخلص هو خلاص كده استوى، بتطلع اهو من بره لجوه. يعني احسن افران طعم العيش والفايش والحلويات والمخبوزات هتلاقيها في الفرن الطين. خلاص كده هي بتطلع السجون، وعلى هنا على قماشه، وبتفضي طبعا منها. شايفين لونه من تحت كان ذهبي وعامل ازاي وجميل. طبعا انا هنا بوريكم. وبعد المرحلة ديت بياخدوه ويحطوه، بيفرشوا طبعا حصيرة، وبعد كده بيفضوا عليها كل الكمية دي لحد اخر النهار، يكون برد كويس جدا جدا. وبعد ما يبرد بيقطعوه. طبعا هوريكم طبعا بعد ما بيبرد هيعملوا فيه ايه. بيقطعوه، ويعني على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. هنا بالمخرطة دي طريقة التقطيع. بشيلوا الطوارف، عايزة تخليه رقيق، عايزة تخليه عريض، على حسب ما انتي بتحبي. وبعد ما تقطعيه كده اهم حاجة يكون برد عشان ما يتفروتش معاكي. هتيجي هنا برضو في نفس السجان اللي كانوا حاطينها، بيرصوها بالواحدة على الجنب اللي هو متقطع دوت. هوريكم الشكل عشان يحطوه طبعا في الفران. طبعا لما بيعملوا فيش عندنا الجيران والاهل وكده بنساعده، لان احنا العرايس عندنا دايما بيخبزوا لها فيش بتاخده معاها. دي طبعا من العادات والتقاليد، وقلت لكم ان احنا بنفطر بيه دايما، حتى وفي الاعياد برضو بيخبزوه زي مع البسكوت والكعك. بيخبزوا الفيش دوت، حاجة اساسية يا جماعة في معظم البيوت بتاعة الصعيد. الفيش ده حاجة اساسية، لان ما شاء الله يعني اللبن متوفر هناك. وبرضو بياكلوه بالشاي. هنا طبعا رصوا كل الكمية اهي، وهو هنا لسه طري. بيقيدوا برضو الفرن تاني بيسخنوها، لان برضو لما بتحمسي لازم يكون الفرن سخن. حطوا طبعا كمية كبيرة وقطعوها، وهيسخنوا طبعا هنا. بعد ما تحط في الفرن بتحط برضو نفس مرصة القراص، وبعد كده بتطلعوه وبيحطوه برضو في حاجة في طشت او حاجة واسعة، عشان ما يعجنش كده على بعض، لانه بيكون طلع درجة سخونة. تحس ان هو بيضطر، لكن بعد ما بيحطوه في الطشت بيحطوه برضو يتهوى لحد تاني يوم، او بعد كده بيعبوه في كراتين او علب بلاستيك حسب الكمية اللي انت عاملاها، وبيفضل معاهم فترة شهر او شهر ونص، مش بيجراله اي حاجة. ودي كانت طبعا الطريقة بتاعت الفيش الصعيدي. لو عايزين فيديوهات كتيرة خاصة بالصعيدة قولولي في الكومنتات، وانا هنزل لكم فيديوهات كتيرة.